السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباحكم ورد يا رجالة، أخباركم إيه؟ أتمنى يا رب كلكم بخير وبأفضل حال. فيديو جديد في الغية على قناة أخوكم أحمد مصر. فيديو النهاردة يا رجالة إن شاء الله هنتكلموا فيه عن موضوع عن فرد حمام أنا بحبه وبفضله يمكن عن أي فرد حمام، وللأسف هو مش موجود عندي حاليا في الغية، بس لازم إن شاء الله هيكون موجود لأن ده عشقي الأول، هو ده اللي حببني في الحمام. ايه هو فرد الحمام ده اللي هنتكلموا عليه؟ هنتكلموا عن فرد الحمام المسود. المسود يا رجاله هنتكلموا فيه عن شكله، تقليبه، وعن طبعه. شكل المسود وتقليبه وطبعه. تمام؟ تمام. يلا بينا يلا بينا. قبل ما نبدأ الكلام يا رجاله، لو أول مرة بتشوفنا اعمل اشتراك في القناة، لو عندك أي سؤال اكتب لي في التعليقات، ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك. بص يا رجاله، المسود يا رجاله بشكل عام كده فرد حمام جامد جدا جدا جدا، من أقوى وأجمد الحمام الغزار. تمام تمام. نتكلموا في البداية عن شكله. شكل فرد الحمام انا بعرض لكم صور عشان هو مش موجود عندي في الغية، بس قريب قوي هيبقى موجود عندي باذن الله. انا ما ينفعش ان انا اعمل حمامتين وما فيهمش مسود، سواء اذا كان واحد او اتنين او تلاتة. انا يعني لو عندي شوية كده مساويد عندي دول بالدنيا، بس للاسف انا مش اي مسود بجيبه. طب ايه هو المسود اللي ممكن تجيبه وتحطه في غيتك؟ بص بقى، عشان المساويد برضو دخل فيها دخيل، فانا هكلمك عن المسود اللي طلعنا ولقيناه وشوفنا جموديته وشوفنا طبعه وشوفنا شكله. شكل المسود يا رجاله بيكون فرد حمام اسود في ابيض، الجته سودا، العشر ابيض، الديل ابيض، اسلت. يعني ايه اسلت؟ يعني من عند قفاه لغايه ديله تفرق ريشه كده تلاقي فرد الحمام من جوه قطنه بيضه. تمام تمام. نيجوا نتكلموا عن تكوينه. اولا الجفن بيكون رقيق. فرد الحمام المسود جفنه رقيق، دور بعينيه زيتي برسيمي قاعد. دور بعينيه زيتي برسيمي، زيتي قاعد برسيمي. تمام. لون البرسيم كده. عينيه مفيهاش تنجيم ولا فيها قنار ولا فيها اي حاجه من الكلام ده، زيتي قاعد برسيمي. نافوخ فرد الحمام متطبق كده، وعظمه خارج من نافوخه. وعظمه يا رجاله عشان تكون برضو معايا، انا بكلمك عن المسود البيور، عظمه عريض خارج من نافوخه، وعظم اللي هو العظم البلحه. ما تقوليش مسود تلت ومسود بعظمه قصير، الكلام ده اركنه على جنب خالص. المسود عظم بلح، عظم بلحه. فرد الحمام المسود بتلاقيه الطول بتاعه دراع كده. واهم حاجه لازم تاخد بالك منها وانت بتشتري المسود، حتى لو كان زغلول، كل اللي احنا قلنا عليه ده وضيف عليه وقفه فرد الحمام. حطه بباب، حطه في سلاكه، واقف في الارضيه. فرد الحمام المسود ما بيقفش على رجليه طبيعي زي الحمام كله.
فرد الحمام المسود بيقف على كعانه، وقفته على كعانه، بيبقى واقف عامل كده على كعانه، ضارب ضوافره دي في الارض ومحمل على كعانه. تمام، دي وقفة المسود. طيب لو لقيت فيه رطوش بيضة في رقبته، لقيت فيه خوص في ديله او في ريشه في العشر بتاعه، ما تجيبوش. لقيت فيه ودعة في رقبته، ما تجيبوش. لقيت فيه مسلة، ما تجيبوش. انا بقول لك ايه الحاجات اللي تتلاشاها وتبعد عنها في المسود. تمام، لونه اسود بيلمع ويتفي، يعني جاي من عند رقبته كده بيلمع، اول ما يبتدي ينزل من عند الكتاف كده وانت راجع تلاقي لونه اتطفى. تمام تمام، مفيهوش لا تقريشه ولا في اي رطوش في الجته بتاعته، اسود ليل. طيب نتكلموا عن طبع المسود. اكلمك عن طبع المسود ان هو زغلول وهو فرد حمام اوله بيتجرب، ان هو زغلول يا رجاله. المسود اخر فرد حمام، لو انت عامل طريحه زغاليل، اخر زغلول هيلم في الطريحه بتاعتك، حتى لو كان اكبرهم سن. تمام تمام. فمن طبعه رعونه، رعونه متناهيه، رعونه متناهيه، فرد حمام فايق وواقف مصحصح وما بيستحملش حد يلمسه، ما بيستحملش حد يلمسه. معنى اصح فرد حمام شرس، ان هو زغلول شرس ما بيطيق. شفت الرعونه بتاعت البل اكتر منها بمراحل. خلاص، بيبقى واقف متكهرب، واقف على كهربا، ضارب فيه كده طرفين سلك، وفرد الحمام واقف الباب بتاعه ما تعرفش تمسكه انه هو زغلول. طيب في تصنيعه بياخد وقت، في تشويطه بياخد وقت. تمام تمام. فرد الحمام ده عايز صبر ايوب. طيب فرد الحمام ده صبرت عليه، شوط وخد حقه وصنعته ولم في الحمام، طبعه ايه بقى في المجال بتاعك، في النشه بتاعتك. المسود يا رجاله فرد حمام عنده شخصيه قويه جدا، ما بيطقش يطير في قلب الحمام، ما بيعرفش ينغز في قلب الحمام، ولو الحمام سبقه يروح جاي واخد جنب وطالع من جنبهم كده وواخد سن الحمام جرار. ولو عندك جرار ولا اتنين هتلاقيه هو بيجر الجرارات اللي عندك. تمام، ده المسود. ولو فرد حمام مسود بالطبع ده بالمواصفات اللي انا بقول لك عليها دي، عايز اقول لك من المستحيل، من المستحيل يتضرب، من المستحيل يقطع غلط، من المستحيل يتضرب، من المستحيل يقطع غلط، ويخدم معاك في الغية لغاية آخر يوم في حياته، وبيفضل شغال ويأدي معاك في المجال بتاعك وفي النش وفي التماسي لغاية آخر يوم في حياته. مهما كبر في السن بيفضل محافظ على لياقته وقوته. فرد رهيب، فرد المسود رهيب. انا بعشق حاجه اسمها مساويد، واللي مرباش مساويد مرباش حمام غزار. انا بحب كل الحمام الغزار بس على راسهم المسود. تمام تمام. لقبه ايه في الغيه؟ ليه لقب في الغيه. فرد حمام زي ده مش معقوله ملوش لقب، ده اسمه غراب الغيه. انا عن نفسي طبعا طلعت لقيت الناس اللي قبلينا مسمياه غراب الغيه، دي حقيقه من شكله ولونه.
انا مسميه جرار الغيه. تقوليش انا عندي جرارات، حط معاهم مسود بالمواصفات دي هيجر لك الجرار اللي عندك. تمام يا رجاله، ده كان كلامنا عن المسود. كلام عن المسود، انا عن نفسي ما بخلصش لما بتكلم عن المسود، ما بفصلش، ان المسود عشقي الاول في الحمام والغزال. تمام يا رجاله، ده كان الفيديو بتاعنا النهارده. اتمنى يا رب يكون عجبكم. ولأول مرة برضو أقولها لكم تاني، لو أول مرة بتشوفني اعمل اشتراك في القناة، وما تنساش اللايك بتاعك. ولو عندك أي سؤال اكتب لي في التعليقات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.